مشى سانتياغو يلعب مع صحابو الكره، وملي وصل للتيران شاف فرقشو خاسر ب1-0. ولكن ملي بدات الماتش الثاني دخل سانتياغو وما كان غير دوع هذا وبيض هذا حتى ماركا التعادل، وملي صار الماتش خرجوا ب1-0. ومن بعد مشى سانتياغو لدارهم وغوت على جده وقال لها اليوم ربحنا، وجده كانت فرحانه به بزاف. من بعد سانتياغو حط ساكو في الدار ومشى لخدمته الثانيه واللي هي يغسل الماعن في واحد المطعم، وملي صار خدمته رجع للدار وبدا كيحسب في الفلوس اللي جمعها. ومن بعد خباهم في صباطو باش وفي النهار الثاني جا واحد خويا من امريكا باش يزور عائلته، وبقى كيتفرج في حفيته وهو كيلعب الكره. وفي التيران اللي كان خداهم كان كيلعب فيه فريق سانتياغو، وداك خونا عجبو اللعب وبقى كيتفرج فيهم وحاضي سانتياغو الطريقه اللي كيلعب بها. ومن بعد ملي صار الماتش مشى وتعرف عليه وقال ليه سميتي فوي وانا مكتشف مواهب، وكنعرف واحد السيد في امريكا يقدر يعاونك تحترف حيت انت عندك موهبه. وقال لي انا كنت حاضيك في الماتش كامل وعجبتني الطريقه اللي كنتي كتلعب بها. ومن بعد سلم عليه ومشى عند صاحبه وقال لي انا تعرفت على واحد اللاعب موهوب وبغيتك تجي وتشوف الطريقه اللي كيلعب بها. وبالفعل صاحبه وافق يمشي معاه الماتش نهار السبت. وفي ديك اللحظه مشى سانتياغو عند باه وهو فرحان وعاود ليه على داكشي اللي قال ليه فوي، ولكن باه ما بغاش وقال ليه خلي عليك الكره في التقار وركز على خدمتك. وفي نهار السبت مشى فوي يتفرج في الماتش وكنشوفوا سانتياغو وهو كيدير رابوس ديال الضيقه، وهنا كنعرفوا باللي هو عنده حساسيه مزمنه. من بعد دخل التيران وبدا الماتش وسانتياغو كان كيلعب بطريقه وباسلوب مختلف على وملي سالاوه هبط للتيران وطلب السماحه من سانتياغو حيت صاحبه ما قدرش يجي. وتما سانتياغو حس بالاحباط وبدا كيتفكر داكشي اللي قال ليه باه، وحتى انا فهاد الفتره غادي نسافر. ومن بعد فوي صنع على المدرب ديال واحد الفرقه وقال ليه انا اللي كنت كنخدم معاك في مهمات اكتشاف المواهب، قال ليه انا دابا في امريكا ولقيت واحد الدري موهوب ولا شفتيه تقدر تعطيه فرصه وتستغل الموهبه ديالو في الفرقه ديالك. وقبل ما يسافر فوي مشى لعند سانتياغو وقال ليه انا هضرت مع مدرب فرقه نيوكاسل وهو وافق يعطيك فرصه تلعب في الفرقه ديالو. ولكن ملي سمعوا باه تعصب عليه وقال ليه واش شي اختراسك بلي غتلعب في انجلترا، وقال ليه ما تبقاش تحلم بشي حاجه مستحيله وما غتحققش. وفي ديك الساعه قرر سانتياغو يسافر باش يحقق الفرصه الوحيده اللي عنده، وبقى مده هو خدام ليل ونهار باش يجمع فلوس الطياره. ومن بعد ايام ديال تماره مشى كيقلب في صباطو على الفلوس باش يشوف شحال جمع، ولكن تصدم ملي لقى الصباط خاوي الفلوس طارو، وتما عرف بلي باه هو اللي هزهم. وهنا كنعرفوا بلي باه كان ديما كيدير ليه الاعتبار هو على القرارات اللي كياخذ وما كانش كيشجعو باش ما يحترفش في الكره حيت هو باغي يجلس ويعاونو في الخدمه. وسانتياغو في ديك الساعه استسلم للامر الواقع حيت ما عندوش شي حل اخر. وهنا كنعرفوا بلي جده عطاتو كاع الفلوس اللي كانت جامعه باش يقدر يحقق الحلم اللي صبر على ودو. وسانتياغو في ديك الساعه فرح بزاف وكانت هذه هي اول خطوه غادي ياخذ باش يحقق الحلم ديالو. وملي وصل لانجلترا تلاقى مع فوي، ولكن ملي شافهم المدرب ما كانش عاقل على الاتفاق اللي دار مع فوي، ولكن في الاخر وافق يعطي سانتياغو فرصه حيت هو جاي من بلاد بعيده. من بعد سانتياغو بدل حوايجو وهبط للتيران، وفي كل مره كتجي الكره كان كيطيح وكينوض وما كانش عارف كيفاش يلعب مزيان بسبب الخلعه، وما كانش في نفس المستوى المهاره اللي شافوا بها فوي. حيت فوي كان عارف بلي عنده موهبه متى كيقلب على المدرب في واحد الحفل خيري وحاول يقنعو بلي سانتياغو كان عيان ومخلوع، وهادشي علاش ما قدرش يبين المهارات ديالو. ومن بعد مشى فوي لعند سانتياغو وقال ليه المدرب قرر يعطيك فرصه اخرى. تما سانتياغو فرح بزاف. ديك الساعه سانتياغو قرر يتريني اكثر من القياس، والمدرب كان حاضيه داك الشهر كامل. وفي اخر نهار ليه في داك الشهر تفاجئ من لقى سميتو في فرقه الاحتياط. ومن بعد بقى كيتسنى حتى خرجوا كاع اللعابه وجبد الرابوس باش يديرو، ولكن داك الرابوس طاح ليه من يدو وصاحبو ملي كان دايز عفط عليه وهرسو بالغلط. وملي دخل سانتياغو التيران ما لعبش بالمستوى اللي خاصو يلعب به حيت ما كانش قادر يتنافس بسبب الحساسيه اللي عنده، وكان هذاك هو اسوء ماتش غادي يلعبو. وفي ثاني يوم ركب في الطاكسي باش يرجع لامريكا حيت ما نجاش في الاختبار، وبالصدفه جا واحد من اللعابه الاساسيين ديال الفرقه اللي كانت سميتو هارس، وسانتياغو عاود ليه داكشي اللي وقع ليه، وهارس قرر يعاونو ويمشي معاه للمدرب. وملي وصلوا تما هارس قال للمدرب بلي سانتياغو عنده في رجليه السيد كوايري ولكن هو مريض بالضيقه، وملي كان باغي يدير الرابوس ديالو في داك الماتش طاح وتهرس ليه، وهادشي علاش هو ما قدرش يلعب بالطريقه اللي كان خاصو يلعب بها. وفي ديك الساعه المدرب قرر يعطيه فرصه باش يستغل الموهبه ديالو بطريقه زوينه، وقال لي قبل ما تدخل التريني دوز عند الطبيب عاود لي على الحاله اللي عندك، وملي تكون هو هذاك تقدر تعاود تريني. وبالفعل سانتياغو بدا كيتعالج عند الطبيب ديال الفرقه وفي نفس الوقت كيلعب معاهم في كاع الماتشات. ومن بعد مده ولا اساسي في فريق الاحتياط، والسيد تاق في راسو وبدا كيماركي والفرقه ديالو ولات كتعتمد عليه. وكنشوفوه دخل التيران في اول ماتش ليه مع الفريق الاساسي، ولكن هو بقى جالس غير في احتياط. وفجاه واحد من اللعابه تضرب ومبقاش قادر يكمل، والمدرب قرر يدخل سانتياغو في بلاصتو. وفي ديك الساعه وراهم الموهبه الحقيقيه اللي عنده، وباه كان كيتفرج فيه من القهوه اللي حداهم، وهو كان فرحان بزاف ومفتخر بولده. وتما غير النظره اللي كانت
عنده، حيت اخيرا ولدو قدر يحقق الهدف اللي كان كيخدم على ودو. وهو كان نادم بزاف حيت وقف ضده في الاول، وفي ديك الساعه ناض وقف وقال لهم هذا ولدي وانا نفتخر به. من بعد مشى فويل عند سانتياغو وقال ليه صوني على جداك، وبالفعل سانتياغو صون عليها، وجداه قالت ليه بلي باك مات بسكته قلبيه. وهو ملي سمع داك الخبر تصدم وبقى كيبكي بزاف. من بعد بداو كيدربوا كيوجدوا الماتش الجاي، ولكن هو كان مقهور ومقلق على بواه. والمدرب ملي شافو قوت ليه وقال ليه انا عارف بلي انت ما غتكونش هو هذاك، ولكن انا معتمد عليك وخاصك توجد راسك الماتش الجاي نهار السبت. وسانتياغو فرح بزاف حيت ولا واحد من اهم اللعابه في ديك الفرقه. وملي وصل موعد الماتش دخل كاساسي، وهذا كان هو اول ماتش اللي غادي يدخل كاساسي مع الفريق. ومن بعد مده قليله قدروا يماركيو البيت الاول، ولكن في اخر دقيقه من الماتش خداو ضربه حره واختاروا سانتياغو هو اللي ينفذها. وفي ديك الساعه هو اللي غادي يحدد المصير ديال الفرقه. وتما بدا كيتفكر باه والمعاناه اللي دوز. ومن بعد ضرب ديك الكره وقدر يماركي البيت الثالث، وبهكا قدر يربح الفريق ديالو من اول ماتش ليه كاساسي. والمدرب وفوي كانوا فخورين به بزاف، وهو تمنى يكون باه عايش باش يشوف الانجاز اللي حقق. من بعد صونات عليه جداه وقالت ليه بلي باه كان كيتفرج في اخر ماتش ليه قبل ما يموت، وهو كان فخور به بزاف ولا باغي يوصل لشي حاجه اكثر من داكشي اللي وصل ليه. ومن بعد مده سانتياغو بدا كيتالق مع الفريق وولا مشهور بزاف، وتحول من واحد كيغسل الماعن في مطعم لاشهر لاعب كره في العالم.